الدور اللي ماشي او دور البرد اللي ماشي او متحور انفلونزا الجديد اللي مبهدل الناس كلها، وفي دكاترة كتير لسه ما اتكلمتش عنه. فتعالوا نشوف ايه الموضوع وايه اللي موجود اليومين دول. العالم كله دلوقتي بيتكلم عن متحور انفلونزا جديد، دي سلالة جديدة ظهرت الموسم ده. طبعا الموسم ده فيه 3 فيروسات كبار، منهم المتحور الجديد اللي هو الانفلونزا ده او السب كليد كي. ومش معنى ان ال3 فيروسات المنتشرين في نفس الموسم دول بيهاجموا الجسم في نفس الوقت، بس لا، ممكن واحد يهاجم والتاني لا، او ممكن مع بعض. بس النهارده هنتكلم على المتحور الجديد ده ونمسك فيه كده ونشرح ايه اللي بيحصل بالتفصيل، لان مفيش دكاتره كتير اتكلمت عنه. تمام. المصيبه ان ال3 منتشرين مع بعض. تمام، فاحنا ايه؟ تعال نشوف ايه المتحور انفلونزا ده مش متحور كورونا زي ما الناس متخيله، ده متحور انفلونزا جديد. فكرته انه بدايته اسرع واعراضه اقوى. ده عامل نوش بقى وعامل دوشه كتير اليومين دول، لان هو فعلا بينتشر بسرعه قوي. تلاقي الواحد نايم بدون مقدمات كويس، يصحى من النوم يلاقي الدنيا متبهدله معاه خالص. استجابته المناعيه اعنف، جاي بدري عن الموسم بتاعه. فده اللي احنا هنتكلم عليه خطوه بخطوه في الفيديو ده. فركزوا معانا ركزوا معانا كده وخلي بالكم من الموضوع العالمي اللي الناس كلها بدأت تتكلم عليه وظهر في دول كتيرة. آه ودور مريب دلوقتي، الناس بقت حاسه ان في لخبطه كتيره، والمدارس نودي ناس المدارس ولا لا. فتعال نشوف كده ايه بقى اللي خلى المتحور ده عامل دوشه كده. انه ظهر في دول كتيره وبدايته اسرع من الطبيعي. الفيروس بيمسك الخلايا بسرعه، بيمسك فيها بسرعه، والاعراض تطلع فجاه مش بالتدريج زي ما احنا متعودين على دور البرد. وده اللي مخلي ناس كتير تقول لك ايه، انا نمت كويس فصحيت منهار. وده حرفيا اللي بيحصل وبيجينا في العياده كده. يعني تلاقي الناس جايه لك في العياده كويسه، ويقول لك انا والله انا كنت لسه امبارح كويس ونايم كويس مفيش حاجه، صحيت لقيت الدنيا متبهدله كده. والاعراض طبعا اشد في اول يومين بسبب الحراره عاليه واحتقان الزور وتكسير الجسم. وتلاقي العين بيقول لك انا في مواس بتقطع في زوري او في سكاكين بتقطع في زوري، وجسمي همدان جدا. فاول ما الجسم بيلقط الانفلونزا دي بيحصل الاعراض دي. طيب الجسم بيدخل وضع انذار كبير، كأنه في حالة طارئ. أول ما الفيروس ده يخش جسم الإنسان تلاقي حرارة، مخاط، التهاب في الجيوب الأنفية، تقل مثلا، النفس مش قادر تاخد نفسك، تكسير في الجسم كله، تحس ما عندكش طاقة وخمول ومش قادر تتحرك. فتصحى أنا مين؟ إيه اللي بيحصل لي؟ جسمي فيه إيه؟ وده السر الدخلة المفاجأة بتاعت الفيروس ده، واللي عمل قلق ونوش مع ناس كتيرة. وده اللي بيحصل في الجسم اول 6 ساعات 10 ساعات. تلاقي حرارة بتعلى، المخاط بيزيد، الجيوب الانفية الطقطق بتتسحب كده، وتلاقي التهابات تخلي نفسك مش قادر تاخده كويس، وزورك بيتقطع زي المواس، اطرافك بتسقع، في رعشة في جسمك من الحرارة، وتركيزك بيقل، تحس ان حصل لك برين ستورم كده فجأة. ده كله بيحصل في ساعات، عشان كده الاعراض بتصاعد بسرعة جدا. تمام. ليه المتحور ده بينتشر اسرع؟ المتحور ده بيشتغل على الجهاز التنفسي العلوي، الجزء الفوقاني، المناخير والزور والجيوب الأنفية والبلعوم والحلق كده، وبداية الشعب الهوائية. عشان كده دي أعراض بتيجي بدري، ومناطق سرعة الانتشار فيها أسرع. عشان كده الفيروس ده بينتشر بسرعة. تمام. والموسم بدأ بدري، عشان كده السلالة اتحركت أسرع من المتوقع يعني. تمام. طيب، البلد العادي طبعا عارفين ان هو بيجي بكحه واحتقان وكده، انما ده دخلته مفاجاه وسريعه، والتكسير بيظهر بسرعه، والاحتقان زي ما اتفقنا. الاعراض المنتشره مع اغلب الناس الحراره والصداع والاحتقان والكحه. والكحه بتكمل زي ما قلنا، مش عارفين لسه بتكمل قد ايه وسابها قد ايه. بلغم وتقل وانسداد في المناخير وتكسير وارهاق، ضعف تركيز، والنفس بصعوبه، زي ما الناس بتيجي توصف في العياده تقول يا دكتور انا مش قادر اخد نفسي، وحاسس ان في سكين بتقطع في زوري او موز بتقطع في زوري. دي من اكتر الشكوى المشتركه ما بين الناس. حتى لو الكحه ما ظهرتش في الاول بتظهر بعد كده. ده طبيعي مع المتحور الجديد. طيب احنا نعمل ايه والوقايه بتاعتنا نعمل ايه؟ انا زي ما بقول للناس دايما يا جماعه، الفيروس ده مش بيموت بالكحول، فاحنا لازم نغسل ايدينا ووشنا بميه وصابون لمده 20 ل 30 ثانيه. كل شويه اغسل بميه وصابون. اعتبره بديل الكحول، زي ما كنت بترش كحول كل شويه كده، ادخل ايه اغسل ايدك ايه بميه وصابون، وايدك ووشك وكده. هتجيب غسول الانف، مناخيرك تتنضف. الاطفال الصغيرين
مناخيرهم تتنضف كويس بميه بحر بأتروفين بيبي. نضف مناخير المريض كويس عشان ده بيقلل الاعراض، بيقلل الاحتقان، بيقلل الوجع. ممكن نعمل سوائل دافيه كتير، مهمه قوي. سوائل دافيه مهمه قوي لاحتقان الزور، وبتخلي الجسم مرطب. عايزك تشرب ميه كتير تخلي جسمك مرطب، عشان الحراره اللي بيفقدها جسمك دي عوضها، فالجسم يبقى فيه ايه؟ ميه. كل بروتين، خد تهويه كويسه، تهويه كويسه في البيت. ما تعملش كتم على نفسك ومكلفه نفسك. الموضوع مش مستاهل مضاد حيوي، ومش عايز مضاد حيوي، وملوش لازمه في الموضوع ده. فاحنا في البيت بنهوي. المناديل اللي بستعملها برميها، بغسل بميه بصابون، بجيب غسول للمضمضه للحلق. ما عنديش امكانيه اتمضمض ميه بملح واتغرغر زوري بميه بملح كل شويه. يبقى تلات حاجات هم مهمين دلوقتي: غسيل ايدي ووشي بميه بصابون، غرغره ومضمضه بميه بملح، وغسيل انف كل شويه، والتهويه الجيده، وانوم كويس واريح دلوقتي. مش لازم اجهد نفسي في الشغل وكده او في المدارس، لا، اريح يومين ثلاثه لحد ما الحراره تنزل. طيب امتى خاف؟ امتى خاف بقى واروح للدكتور والموضوع يكبر معايا؟ حرارتك زادت فوق 39 40 وزادت عن يومين ما بتنزلش، ضيق نفس ومش قادر تاخد نفسك، الم شديد في الصدر، دوخه وماشي تترنح كده وتقع، كحه مستمره. الناس اللي عندها حساسيه صدريه، الناس اللي عندها امراض مزمنه، الناس ديت تروح العياده لاقرب دكتور، و ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. الخلاصه كده إن الموسم ده مختلف، الانفلونزا متحور سريع بينتشر اسرع، فالتعامل الصح معاه في اول يوم بيفرق جدا زي ما اتفقنا. والف سلام عليكم.